السلام عليكم احبابي الكرام، يا رب تكونوا بخير. مبدئيا الفيديو ده مهم جدا جدا ولازم تسمعه من اول دقيقه لاخر دقيقه، ما تفوتش فيه اي حاجه لانه فيديو مهم ورد على فيديو انا عملته امبارح الاثنين. عملته يوم الاحد 12 واحد، وبعمل لكم الفيديو الرد دوت عن الفيديو اللي انا عملته يوم الاحد اليوم الاثنين 13 واحد. مبدئيا انا بعتذر عن الفيديو اللي انا عملته يوم الاحد اللي هو الخاص بالطرح الجديد المرحله العاشره، لان في معلومات قلتها غلط. المعلومات دي للأسف أنا قلتها بناء على خبرتي السابقة في المراحل اللي قبل كده، مراحل اللي هي الستة والسبعة والتامنة والحاجات اللي هي خاصة بالموضوع دوت. الحاجات ديت أنا اتكلمت عن تجارب سابقة، لكن المرحلة العاشرة نزلت بحاجات مختلفة للأسف عن ما هو سابق، ونزلت بشكل مختلف. وده اللي انا اتاكدت منه خصوصا لما جات لي التعليقات. انا كنت مصور الفيديو يوم السبت ونزلته يوم الاحد، ولما نزل الطرح اتفاجئت بحاجات. فركزوا بقى معايا كده ورقه وقلم كده وبالراحه، لان في معلومات مهمه جدا هتعرفوها. اول حاجه، الحي السادس والحي الثامن كان من الاراضي الاكثر تميزا، الاراضي اللي كانت بالجنيه المصري وكانت نزلت قبل كده من زمان وكانت فلوسها كلها كاش. اللي انا اتفاجئت بيه واللي ذهلت منه ان لما اتطرح اراضي اتطرحت 750 قطعه ارض، 400 وشويه في الحي السادس و300 وشويه في الحي الثامن. لا، والاكثر غرابه من كده ان لسه في كمان 200 لسه ما طرحوش، ممكن ينزل لهم مرحله تكميليه ومواقعهم مميزه. الجميل في الموضوع ان انا لما شفت الخرائط بالفعل لقيت ان في مواقع كتير مميزه موجوده في الحي السادس والحي الثامن، وده معناه ان الاراضي الفتره الجايه هيبقى فيها رواج وحركه، فاللي عنده ارض بيبيعها ما يغاليش فيها، لان الدنيا هتبقى مطروح 750 قطعه ارض، وبالتالي ما ينفعش تغالي يلا عندك ارض. او بمعنى صح، اللي بيشتري ارض يهدى كده على نفسه ويقف، علشان خاطر الاراضي اللي هتنزل ديت هتدي مواقع مميزه في اكتر منطقه او منطقتين من المناطق المميزه اللي انا بشوفهم في بيت الوطن، اللي هي الحي السادس والحي الثامن. فمبدئيا اول معلومه لازم نعرفها ان هم 750 قطعه ارض، ومش هينزلوا كاش زي ما كانوا نازلين قبل كده، لا ده هينزلوا قسط، هتدفع 25% مقدم وهتقسط الباقي على 5 سنين اول ما تستلم. الاستلام هيبقى في خلال سنه اعتقد، رغم ان الاراضي ديت موجوده وقائمه بالفعل. وانا عشان خاطر برضو اراضي متابعيني واعتذاري، هنزل اصور لكم اللي عايز قطعه من القطع اللي هيحجزها او اللي هيحط عليها او اللي هيختارها وعايز اصورها له على الطبيعه عشان يشوفها فيها فرق منسوب، جودتها ايه، قوتها ايه، هقدر انزل اصورها له. واللي انتوا ما تعرفوش ان انا هعمل فيديوهات كتيره عن المرحله العاشره، لان انا شايفها مرحله مهمه جدا. يعني سبحان الله، 750 قطعه ارض، قطع اراضي كتير جدا هتطرح، قطع اراضي كتير هتكون موجوده، وبالتالي اللي عايز يشتري شقه يستنى يختار منهم من الاخر. يعني النهارده لو انت بتشتري استثمار اهدى، ولو انت بتشتري شقه اختار الحاجه اللي هي الفرصه. يعني ما تشتريش شقق يا جماعه الا لما ترجعوا لي وتقولوا لي هتختاروا فين وهتشتروا فين. طيب نكمل معلوماتنا، لان الفيديو زي ما قلت لكم مهم جدا. اول حاجه، نزلت 750 قطعه ارض. تاني حاجة، الفلوس او اللي دافع. كنت انا قلت معلومة ان اللي دافع له اولوية قبل كده سابقة. طيب اللي دافع لا، مش قصة له اولوية، كل الناس هتحجز حسب اسبقية وصول الفلوس. واللي كان دافع فلوس قبل كده اول حاجة لازم يدفع 3000 دولار على الاقل علشان خاطر يخش في الجديد، وتكون الحوالة بتاعته ما يكونش سحب منها حاجة قبل كده، تكون حوالة كاملة. بمعنى مثلا لو حوالته كانت 30,000 دولار، والأراضي اللي دلوقتي المقدمات بتاعتها من 50 ل 60,000 حسب المساحة، فأنت هتكمل ال 50 أو 60,000 بشرط إن أنت ال 30,000 دول ما تكونش سحبت منهم قبل كده. أرجو إنها تكون وصلت المعلومة. المعلومة اللي بعد كده أو المعلومة المهمة إن الحجز هيتفتح النهاردة التلات، اللي هو النهارده الاثنين الساعه 12 بالليل صباح يوم الثلاث 14 واحد، اللي هو 12 ودقيقه. عشان ما تفتكروش صباح ديت يعني الصبح، لا، يعني الساعه 12 بالليل عدي دقيقه والمفروض تدفع فلوسك وتحول فلوسك، والفلوس هتسمع حسب أولوية الحجز. كل واحد هيختار القطعة اللي هي تناسبه. طيب ممكن واحد أو 10 يختاروا نفس القطعة لتميزها ويتفقوا كلهم عليها. اللي فلوسه هتسمع الاول هي اللي هتتحجز باسم القطعه. طب والتسعه التانيين حسب ما سمعت هيتعمل روتيشن تاني لاختيار قطع الاراضي، وبالتالي هيظهر لك القطع حسب اولويه وصول الحجز بتاعك المتبقيه اللي انت تختار منها. لو ما كنت سمعت الفلوس هتفضل تتحول لمده 15 يوم، وبعد كده هتتقفل
التحويلات لمدة 21 يوم عمل، يعني بما يعادل شهر وشوية. يعني يقال دايما ان هو شهرين عقبال ما تتخصص لك. هتحط فلوسك وفي خلال ال 15 يوم دي ولا هتدفع الفلوس، وبعد ال 15 يوم هتبدأ الحاجة دي تتخصص لك بعد 21 يوم عمل، يعني بعد شهرين. يعني اعتقد ممكن تبقى في النص الاول من 3، واعتقد لو وصلت ل3 في رمضان ممكن يأجلوها لبعد العيد. اذا التخصيص هيبقى بعد شهرين. المعلومة التانية المهمة، رد الفلوس لو ما حصلكش نصيب. لو ما حصلكش النصيب بعد التخصيص وبعد ما يخلصوا التخصيص بتترد لك الفلوس بعد 30 يوم، وده عملوها في المرحلة التاسعة وادي بيعملوها في المرحلة العاشرة. قبل كده كانوا بيطولوا عقبال ما بيرجعوا للناس فلوسها بالفعل، لكن في المرحلة ديت قالوا ان هي هتترد لك لو احتجت ان انت ترجع لك فلوسك تاني بعد 30 يوم من قفل التخصيص بتاعة قطع الأراضي. طيب خدوا بالكم، انا المعلومات اللي انا ليه قلتها غلط لان الناس العاديه ما تعرفش المعلومات دي للناس اللي كانوا مرتبين الحجز ان هو مثلا 750، لان معظم الاراضي قبل كده كانت بالفعل متخللات. طب بالنسبه للتحويل بيتم من بره مصر او من جوه مصر. بس بقى من جوه مصر ايه بقى؟ شرط اللي انت يكون عدى على فلوس جوه الحساب 60 يوم، والشرط التاني اللي كتير ما يعرفوش ان الحساب نفسه يكون مفتوح بقاله اكتر من سنة. دي معلومة مهمة جدا للي بيحول. وتقدر تحول باكتر من قطعة، يعني مثلا تقدر الاسم تحول قطعتين، لكن هو ايه اللي بيتم بقى؟ يعني مثلا احنا 750 حول مثلا 3000 واحد عليهم مثلا، او 2500 واحد عليهم. إيه اللي بيتم؟ بيحجزوا اول ناس اللي هم دفعوا الفلوس، وبعد كده يرجع تاني لو ليك اسم تاني يرجع يبدأ من اول وجديد لو لسه باقي قطع اراضي. اظن دي تكون وصلت او اتفهمت. لو ما اتفهمتش رجعوا اسالوني تاني في التعليقات وانا هرد لكم. كده معلومات سريعه انا قلتها تخص الموضوع الخاص بايه بقى؟ الموضوع الخاص بالطرح او المرحله العاشره. لو كنت نسيت معلومه او عايزين تعرفوا معلومه ارجعوا اسالوني. انا الفتره الجايه هعمل فيديوهات. ليه بقى؟ لان الاراضي 750 قطعه، يعني حاجه زي الاندلس، منطقه جديده. اللوتس طرح او القطاع الرابع 122 قطعه بس، احنا بنتكلم في كميه كبيره. بقول لك كمان في 200 قطعه مكنوا مميزه قريبين من احمد بن زايد في الحي الثامن. anyway، اللي عايزني اساعده في اختيار القطعه نفسها يبعت لي. اللي عايزني اساعده في اختيار المواقع يبعت لي النهارده على طول على الواتس في السهره. ابداوا حولوا من بعد الساعه 12 ودقيقه. الاراضي هيبقى فيها استثمار كويس. اللي عنده اراضي دلوقتي يقلل سعر الاراضي، لان الاراضي هيبقى فيها استثمار وهيبقى فيها اسعار هتخف الدنيا شويه عليها. الحي السادس والثامن من الاميز الاحياء. الفترة الجاية لو حد احتاج وقطعة أرض رسيت عليه واحتاج اللي أنا أقول له يعمل فيها إيه أو يسوقها إزاي، أو الأفضل إنه يبيعها ولا يبنيها ولا يبعت لي وهفيده في النقطة دي. أي حد محتاج لي في الفترة الجاية في موضوع الطرح الجديد يبعت لي. المعلومات اتعمل لها أبديت بشكل كبير جدا، والدنيا بقت واضحة بالنسبة لي. والفترة الجاية هنزل أصور لكم من الطبيعة القطعة دي نفسها، وأعمل لكم فيديوهات أكتر عن الطرح الجديد. دمتم بخير، بعتذر مرة تانية وشكرا ليكم. ولا تنسوا الدعاء لأخي عبد الله بالرحمة والمغفرة. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.